اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة يا رب. هعمل معاكم النهاردة زي ما انتم شايفين كده بقى بيتزا بعجينة قطنية خالص، هتعجبكم بإذن الله. شايفين ما شاء الله. عايزة اقولك بجد العجينة بتاعتها ناجحة 100%. تابعوا معايا بقى عشان نعرف احنا عملناها ازاي. انا بقى معايا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، مش شرط دقيق بتاع المعجنات، تمام، بس يكون نوع دقيق كويس. معايا معلقه لبن بودر كبيره. معايا نص معلقه صغيره خالص من الزعتر المجفف. معايا معلقه خميره ممسوحه من معلقه الشاي دي بس بتبقى مليانه يعني. ومعايا معلقه سكر كبيره. تمام، هقلب بقى المكونات الجافه دي مع بعض، وبعد ما اقلبهم هدي رشه ملح بسيطه كده. خلاص انا حطيت رشه الملح البسيطه بتاعتنا، هقلبها برضو وبعدين نعجن. اهم حاجه نعجن بميه دافيه بس ما تكونش سخنه عشان ما تبوظش الخميره، ولا ساقعه قوي. تمام، ميه تكون فتره كده. وتنزلي شويه بشويه عشان ايه العجينه ايه ما تعجنش معاكي وتبقى محتاجه دقيق. تمام، يعني اهم حاجه شويه بشويه نزلي الميه، وكل ما تحتاج ضيفي تاني. زي ما انتم شايفين كده كل ما بتحتاج ميه بضيف شويه بشويه. هنا بقى انا بعجن فيها كويس جدا، وهشيلها من الطبق عشان اخد راحتي واعرف اعجنها كويس. تمام، هي بتلزق بسيط، يعني نوعيه العجينه دي هتبقى بتلزق معاكي بس بسيط خالص. تمام، اهم حاجه بقى تعجنيها كويس جدا عشان تطلع معاكي العجينه تبقى قطنيه كده وحلوه معاكي، وما تقطعش. يعني ما تبقيش ماسكه كده قطعه البيتزا تلاقيها بتقطع وناشفه، لا. انت لما تعجنيها كويس جدا هتبقى قطنيه وهشه جدا معاكي. شايفين؟ يعني مش اقل من 10 دقايق عجن، لحد كده ما العجينه تبقى لينه وطريه جدا في ايدك. انا دلوقتي بعد ما عجنت فيها شويه ضفت عليها معلقه زيت كبيره، وهلم العجينه بقى بتاعتي دي بمعلقه الزيت. زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، العجينه اصلا بقت طريه في ايدي جدا. يعني هي دي اهم مرحله، هي مرحله العجن. هتعجنيها كويس هتطلع معاكي نتيجه كويسه. وما تخافيش، هي من نوعيتها هتبقى بتلزق سنه بسيطه خالص. بس هنا شايفين بقت طريه خالص معايا ازاي. شايفين ما شاء الله بقت طريه ازاي. هسيبها بقى ترتاح، هسيبها ساعه كامله عشان احنا في الشتاء هتاخد وقت شويه. تمام. وهنا العجينه بتاعتنا بعد ما سبتها ساعه كامله ارتاحت. شايفين ما شاء الله ازاي خمرت وعليت جدا. هديها بقى البوكس المتين ده ونطلعها بقى من البوله كده، ونقسمها على قطعتين. شايفين اللهم بارك مطاطيه جدا، فيها عرق كويس جدا لان اتعجنت كويس. هنا بقى اقسمها كده على كورتين لانها هي كبيره. كده خلاص بقى هدي رشه دقيق كده على الرخامه بتاعتي وافرد بقى في العجينه. عجينه البيتزا بقى الاصليه اللي هي الايطاليه لازم تكون رقيقه، ما بتبقاش سميكه خالص. فانا هفردها كده وعايزاها تبقى رقيقه معايا. تمام، هفردها بقى كويس جدا. تفرديها بقى على حسب الحجم الصينيه او الحاجه اللي انت هتستخدمها فيها. تمام، هي بتحتاج رشه دقيق بس صغيره كده وانت بتفردي، عشان قايله لكم هي بتلزق بسيط. بس وانت بتفردي فيها ما بتلزقش في الرخامه ولا حاجه. شايفين بتتشال معايا بكل سهوله، مفيش اي مشكله خالص. كده بقى احطها في الصينيه بتاعتي وهشيل الزوايد. مش مشكله لما تطلع كبيره، بالسكينه كده بقى وداير ما يدور، ونشيل بقى الزوايد بتاعتنا. وطبعا الزوايد دي مش هتترمي، ده احنا هنحطها على الكرة التانية اللي احنا كنا راكنينها. عايزه اقول لكم بجد يا بنات والله طلعت خطيره، طعمها حلو جدا. والزعتر في العجينه مخليها مميزه جدا. يعني اصلا وانا بفرد في العجينه كده ريحه الزعتر بجد تجنن. هي مش اجباري اللي انت تحطي زعتر في العجينه، بس بجد بتحسسك بجد ان انت بتعملي بيتزا. يعني مش زي اي عجينه احنا بنعملها في المعجنات ولا اي حاجه. تمام، كده انا فردتها خلاص كويس جدا.
اخرمها كده بالشوكه بقى، لان انا مش عايزاها تبقى تعلى معانا كده وتبقى عامله زي القرص. تمام. عايزه اقول لكم بقى ان انا البيتزا دي انا كنت عاملاها اصلا للسحور. بنتي طلبتها مني بالليل وكانت مصممه جدا اللي هي عايزه البيتزا دلوقتي حالا، فانا قمت عملتها بقى، ودي كانت للسحور يعني احنا سحرنا بيها اصلا. انا جايبه صلصه البيتزا اللي هي الجاهزه بجد. نوع الصلصه ده حلو قوي بتاع دره، انا بستعملها على طول بصراحه، جميله جدا. طبعا انت مش عندك صلصه البيتزا، ممكن معلقه كاتشب وتحط عليها شويه زعتر، شويه ريحان مجفف كده يعني، ورشه ملح بسيطه. ممكن صلصه عاديه برضو تحط عليها زعتر ريحان. تمام. وهنا بقى هوزع صلصه البيتزا بتاعتي. عايزه اقول لك بقى الحشوه بتاعتك زي ما انت تحبي. عندك لحمه معصجه، بواقي فراخ، ممكن تحطي تونه، اي حاجه موجوده عندك. بس احنا كنا بالليل طبعا زي ما انا قلت لكم، قمت عملتها على طول. وفي نفس الوقت هي ما بتحبش فلفل فيها ولا طماطم ولا الحاجات دي خالص يعني، حتى الزيتون هي مش بتحبه. انا شيلته اصلا بعد ما يعني البيتزا بتاعتي استوت، وعشان تاكل كان كل قطعه تيجي تاكلها اقعد كده اشيل الزيتون منها. فانا عايزه اقولك يعني ان الحشوه بتاعتك دي اختياري، اي حاجه اللي انت عايزاه ضيفيها عليها. انا هضيف بقى الزيتون بتاعي، ومعايا جبنه شيدر، ومعايا موتزاريلا. اي نوع جبنه عندك، عندك رومي، وعلى فكره ممكن ما تحطيش زيتون وتحطي جبن بس. تمام. واي نوع جبنه برضو، مش شرط الموتزاريلا ولا اي حاجه. يعني لو انت عندك رومي حتى في التلاجة ممكن تطحنيها كده وترشيها عليها وخلاص. كده خلاص انا هدي رشه الجبنه الشيدر، وبعدين هدي الموتزاريلا على الوش. احنا كده كده لما بنيجي نسوي البيتزا بنسويها، بنشغل الفرن من تحت، وبعد ما بتستوي من تحت بنشغل الشواية، يعني الشواية دي اخر حاجة خالص. تمام. ما تشغليش الاتنين مع بعض. وبكده بقى يعتبر اول واحدة خلصت معانا، ولسه هنعمل بقى التانية. شايفين ما شاء الله، بس عايزة اقولك بجد والله طلعت حلوة جدا. دي التانية بقى اللي احنا هنعملها، بس انا مش عايزاها مدورة، انا لسه هنقديها هعملها في الصاج بقى، مش هعملها في الصينية. ما شاء الله من نص كيلو دقيق عملنا 2 بيتزا ما شاء الله، والاتنين كبار وحلوة جدا. عايزه اقولك ما شاء الله العجينه ناجحه جدا معايا، وانا بفردها كده عماله تطلع فقاعات. دي تثبت لك ان العجينه بتاعتك ناجحه، لان انا عجنتها كويس وسبتها ارتاحت كويس جدا. ما شاء الله ناجحه، طلعت حلوه جدا وطلعت قطنيه جدا جدا. وبكده خلاص بقى هشيلها احطها في الصاج بتاعي. ما بتدهنيش الصاج اي حاجه خالص، ومش بتلزق، بتتشال معاكي بكل سهوله. دلوقتي بقى انا هفردها كده على قد الصاج. وبكده بقى اضيف عليها معلقه صلصه بتاعت البيتزا كبيره، وهوزعها عليها كويس جدا. كده خلاص هديها برضو رشة زيتون ورشة من الجبن. طبعا بنشغل الفرن الاول بقى، بنسيبه يسخن كويس جدا، وبعدين ندخل ايه الصواني بتاعتنا. بس زي ما قلت لكم الشوايه ما تشتغلش الا في الاخر. كده خلاص بقى هدخلهم الفرن وارجع لكم. ما شاء الله البيتزا طلعت من الفرن، عايزه اقولك بجد ريحتها تجنن وحلوه جدا. شايفين ما شاء الله. عايزه اقولك بجد البيتزا قطنيه جدا، هشه وطريه جدا جدا، مش ناشفه خالص.
بجد اللهم بارك، حلوة جدا جدا، هتعجبك بإذن الله، بس لو انت التزمتي بالمقادير. شايفين اللهم بارك حلوة جدا ازاي؟ يا رب بقى الفيديو بتاعي كده يكون خفيف على قلوبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، ولو انت مش مشتركة يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اقول لكم بقى دمتم سالمين واسيبكم في رعاية الله وحفظه.